لكل عشاق حمدي ووفاء وحوارات ويوميات أم زياد، ولكل حد نفسه يشوف حمدي ووفاء حلقات جديدة. عملنا لكم التحدي الجديد ده، تحدي أسمائنا تحدد مشترياتنا، إهداء من قناة بابا والعصابة. لو بتحب فيديوهات حمدي ووفاء ومن عشاق قناة حمدي ووفاء، اتفرج على الفيديو ده وما تنساش تعمل لايك للفيديو وتكتب لنا في تعليق نفسك تشوف مين تاني من عائلة حمدي ووفاء في التحدي الجديد. عايزين نوصل الفيديو ده ل10,000 لايك. طبعا جمهور حمدي ووفاء يقدر يوصله لأكتر من كده كمان. يلا نشوف الفيديو. أول تحدي هيكون باسم آخر العنقود، يونس. يا ترى تتوقعوا يونس هيشتري ايه؟ يلا نلف عجلة الحظ ونشوف أول حرف من اسم يونس وهو حرف الياء. هيشتري ايه؟ عندنا في عجلة الحظ طيور وحيوانات وفواكه وماركت. تعالوا نشوف حرف الياء هيجي ايه في عجلة الحظ. فاكهة. يا سلام، يا ترى ايه الفاكهة اللي بتبدأ بحرف الياء؟ يوستفندي. يمي يمي. ياء يوستفندي أو يوسف أفندي حسب نطقها في منطقتك. يلا نلف عجلة الحظ ونشوف تاني حرف من اسم يونس وهو حرف الواو. هيشتري ايه؟ طيور. يا سلام، يا ترى ايه الطائر اللي بيبدأ بحرف الياء؟ وزة. يمي يمي. واو، وزة. يلا نلف عجلة الحظ ونشوف تالت حرف من اسم يونس وهو حرف النون. هيشتري ايه؟ ماركت. يا سلام، يا ترى حرف النون هيجيب ايه من الماركت؟ نودلز. يمي يمي. كلنا بنحب النودلز الحار والنودلز الكوري. نون نودلز. يمي يمي. يلا نلف عجلة الحظ ونشوف آخر حرف من اسم يونس وهو حرف السين. هيشتري ايه؟ حيوانات. يا سلام، يا ترى ايه الحيوان اللي بيبدأ بحرف السين؟ سلحفاء. ما ينفعش نقول يمي يمي لان احنا مش بناكل السلحفاء. سين سلحفاء. ايوه صحيح، السلحفاء تعتبر من البرمائيات لانها بتقدر تعيش في البر والبحر. يا ريت لو وصلت للوقت ده من الفيديو واستفدت معانا واستمتعت بالفيديو ده، ما تنساش تعمل لايك للفيديو وشير وتشترك في القناة وتكتب لنا في تعليق وتقول لنا فيه عايزين مين من عائلة حمدي ووفاء يكون في التحدي الجديد. وما تنسوش جمهور حمدي ووفاء هيوصلوا الفيديو ده ل10,000 لايك. يمي يمي. سلام.